لو استمريت بالطريقة دي مشوارك في البرمجة ممكن يكون أصعب وأطول بكتير من اللازم، فركز معايا ثواني علشان غالبا أنت ممكن تكون وقعت في واحدة من الأخطاء اللي هقول لك عليها دي. أول حاجة هي إن أنت تطبق كتير بس وأنت بتسمع الفيديو، فهنا عقلك بيبقى ناقل مش فاهم. الصح إن أنت تستوعب الفكرة وبعدين تطبق بإيدك علشان تمرن عقلك صح وتتخزن عندك في الذاكرة الحركية وتعرف تنفذ بيها مشاريع كبيرة. طيب إيه هي الغلطة التانية؟ هي إنك تنط من لغة للتانية كل أسبوع علشان مجرد إن أنت شفت إحصائيات أو سمعت إن اللغة دي مجالها مطلوب أكتر أو فلوسها أكتر. كده أنت عمرك ما هتكون متمكن في لغة ولا عمرك هتعمل مشروع يسند البورتفوليو بتاعك. وبكده إحنا وصلنا للنقطة التالتة، وهي إن أنت ما تاخدش كود جاهز من ال AI وخلاص، حاول تعدي على سطر سطر وتفهم إيه اللي بيحصل، لأن صدقني ال AI هيطلع لك كود شغال، بس أول ما تخش تحب تعدل عليه هتكتشف إنك بتشوفه لأول مرة. خد بالك من الأخطاء دي وافتكر دايما إنك مش لازم تكون عبقري، بس لازم يكون عندك خطة. ولو محتاج تعرف أكتر عن مجالات البرمجة وخطط المذاكرة وإزاي تبدأ من الصفر لحد ما توصل للشغل إن شاء الله، اسأل على كتاب من تايه لمبرمج. اكتب 200 في التعليقات وهبعت لك رسالة بالتفاصيل حالا.